في صباح يوم 1 يوليو سنة 2018 تصحى الهند كلها على خبر صادم. 11 شخص من أسرة واحدة يلاقوهم كلهم ميتين. ومش ده اللي يصدم الطريقة اللي ماتوا بيها، واللي خلت الناس تسأل هل دي قضية قتل ولا انتحار جماعي. في منطقة بوراري الناس الصبح طلعت عادي علشان تشتري الفطار بتاعها، وراحوا لأشهر محل بقالة عندهم، واللي كان تبع عيلة اسمها تشوندهار. واتفاجئوا ان المحل ما فتحش زي عادته، فالناس قلقت لان الطبيعي بيكون مفتوح الصبح كل يوم. فواحد من الجيران العيلة في الشارع راح بيتهم يشوف في ايه، ولسه هيخبط على الباب اتفاجئ ان الباب مفتوح. الراجل قلق اكتر ودخل البيت وطلع السلالم، وفجأة كانت الصدمة. 10 اشخاص كلهم متعلقين بقطع قماش نازلة من اسياخ حديد موجودة ناحية السطح بتاع البيت، والشخص 11 في أوضة من الأوض واقع ميت على الأرض. ودي كانت الجدة الكبيرة. جري بسرعة يتصل بالشرطة، والخبر انتشر كالصاعقة بين الناس، والناس ابتدت تتجمع في المنطقة تحت البيت عاوزين يعرفوا ايه اللي حصل. فالشرطة عملت كوردون حوالين البيت ومسرح الجريمة. الأخبار كلها بقت بتتكلم عن اللي حصل، وبقت قضية رأي عام، لدرجة ان رئيس وزراء الهند راح زار مسرح الجريمة في أول يوم من اكتشافها. واحد من الناس اللي كانوا متجمعين حوالين البيت عرف يدخل البيت ويصور فيديو لمسرح الجريمة ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان الفيديو مرعب لكتير من الناس، كان حوالي دقيقتين، وصدر قرار بمنع نشره على أي قناة لأنه فيديو قاسي ومرعب. العيلة بتتكون من الجدة الكبيرة وعندها 3 أولاد، أكبرهم واحد اسمه بافينيش، وده متجوز واحدة اسمها سيفيتا، وعندهم بنتين هما نوتا ومنيكا، وفي ولد صغير اسمه دهروف، وده بالنسبة للابن الأول. أما البنت التانية فعندها بنت اسمها برينكا، والابن التالت اسمه لاليت ومتجوز من واحدة اسمها تينا، وعندهم ولد وهو شيفام. طب لو هم انتحروا ليه كانت ايديهم مربوطة وعينيهم متغطية؟ يبقى الموضوع ممكن يكون جريمة قتل، وان في حد سممهم وعلقهم بالطريقة دي عشان تبان انها عملية انتحار. الشرطة بقت تسأل نفسها اسئلة كتير ملهاش اجابة، ومفيش شاهد واحد يحكي اللي حصل الليلة دي، والمكان مكانش بيشبه اي مسرح جريمة عادي. هل فعلا حد دخل البيت ونفذ جريمة مرعبة بالشكل ده؟ طب ايه الدافع اصلا؟ يعني ما كانش في اي حاجة مسروقة من البيت، ولا كان في علامة على اقتحام المكان. الشرطة لجأت لكاميرات المراقبة اللي موجودة في الشارع، واللي فادتهم كتير في التحقيق. بعد ما عينوا الكاميرات لقوا ان تينا وابنها شيفام اشتروا 4 كراسي بلاستيك، وكمان في نفس الليلة لقوا تينا ومعاها نيتا مشتريين كراسي تانية. وبرضو ابن لاليت فتح محل الخشب اللي كان تبع ليهم وجاب منه أسلاك حديد ملفوفة، وقفل المحل ورجع بيته. وكمان الأقمشة اللي استخدموها قبلها بفترة راحوا ستات العيلة واشتروها من السوق قبليها بيوم أو 2. وبرضو مفيش حد غريب دخل البيت في الليلة دي إلا العيلة نفسها. ودلوقتي السؤال الأهم، هل هي جريمة فرد من العيلة نفسها؟ قبل الحادثة ب10 أيام كانت العيلة عندها احتفال كبير لخطوبة برينكا، وكان في نفس المكان اللي فيه مسرح الجريمة، وكان الكل فرحان وبيرقص. ما كانش حد يعرف ان بعد 10 أيام وفي نفس المكان تحصل جريمة من أفظع الجرائم بالشكل ده. وليه حد يصرف مبلغ كبير على حفلة الخطوبة وبعدها بأيام يحصل كده؟ الشرطة دورت في البيت ولقت دليل مهم جدا غير مسار القضية، كشكول كبير مكتوب فيه كلام كتير. ولما الشرطة دورت أكتر لقت 11 كشكول الأحداث اللي فيهم بتعود لسنة 2007،
ولحد الليلة اللي حصل فيها سنة 2018، يعني 11 سنة تقريبا. الشرطة ابتدت تقرا اللي مكتوب في المذكرات، واكتشفوا بعد كده ان في اوامر وساعات توبيخات لاصحاب البيت نفسه. ومع اخر صفحة من المذكرات اكتشفوا ان كل اللي اتكتب فيها هي الليلة اللي حصل فيها الجريمة، كل حاجة بكل تفاصيلها حرفيا. واتكلموا عن طقس هيستمر لمدة 7 ايام وقالوا عليه اسم باد بوجا. وباد في اللغة الهندية هي الشجرة اللي بتكون أغصانها متدلية لتحت، وحسب التعليمات اللي مكتوبة المفروض انهم يتصرفوا زي الأغصان المتدلية دي، وده فعلا اللي حصل. وكتبوا حتى التوقيت اللي هيحصل فيه الطقس، اللي هو 1 بعد منتصف الليل. أدوا طقس باد ل7 أيام متتالية. إذا زار أحدهم المنزل يجب أن تؤدوا الطقس في اليوم التالي، ويجب ألا يرى شيء، ويجب أن تستخدم أضواء خافتة، ويجب أن تغمض الأعين، ويجب أن يحكم ربطة العصابة على العينين، ويجب أن يكمم الفم بمحرمة، والحالة الذهنية يجب أن تكون صافية، لا شيء سوى الأبدية. بينما تقفون بانتباه تخيلوا أغصان الشجرة تلف أنفسها حولكم. أدوا طقس شجرة الآساب بتوحد وتصميم، وسيساعدكم ذلك على التكفير عن ذنوبكم. ده الكلام اللي كان مكتوب في الصفحة الأخيرة من المذكرات، واللي حصل في ليلة الجريمة. المذكرات كانت بالنسبة لهم روتين كل يوم، يفتحوا ويقروا التعليمات والأوامر اللي هينفذوها كل يوم. طب السؤال دلوقتي، مين اللي كان بيكتب المذكرات دي؟ المذكرات كان فيها كتابات غريبة بتشير لممارسات السحر وممارسات تانية غامضة، وإن ده كان السبب في موتهم. وكان واضح من خلال الكلام اللي مكتوب إن كأن في كائن تاني غير ال11 شخص هو اللي بيملي عليهم الإرشادات اللي بيعملوها كل يوم. بوبال سينج ده الجد الأكبر للعيلة، واللي بموته كان ليه تأثير كبير عليهم، لأنه رب الأسرة والمسؤول عنها، وكان بياخد كل القرارات نيابة عن العيلة. مين اللي هيكون مسؤول عن العيلة بعد موت الجد؟ وقع الاختيار على لاليت، الابن الأصغر للعيلة، لأنه كان ناضج بالنسبة لعمره وشخص مسؤول وقد كان، والعيلة بقت بتعتبر كلامه سيف على رقبته لازم ينفذوه بأي تمن. ومع أول ملاحظة في المذكرات اللي بترجع لسنة 2007 بعد موت الجد، نلاقي إن لاليت هو اللي بيكتب الكلام اللي في المذكرات بصيغة تانية، وكأن حد بيأمره يكتب كده، زي مثلا جملة أنتم تسيرون قلق لاليت كلكم، مش حد بيتكلم عن نفسه، أو اتبعوا تعليمات لاليت وإلا فستكون العواقب وخيمة. اتكشف بعد كده ان لاليت اتأثر جدا بموت والده لدرجة انه بدأ يشوفه في احلامه كل يوم، ويكتب في المذكرات نفس الكلام اللي بيقوله ليه ابوه، وبدأ بعد كده يشارك الكلام ده مع عيلته ويأمرهم بفعل كذا وكذا حسب تعليمات الجد اللي بيجيله في المنام. والحقيقة ان لاليت كان مريض نفسي بشهادة الناس القريبة منه، بس العيلة كانت بتغض النظر عن الموضوع وكانت بتتبع اوامره وهم مغمضين. واللي يخوف في المذكرات ان الجد كان بيقول لهم ان روحه هترجع لهم يوم الحد والتلات والخميس، وفعلا الأسرة بدأت تعمل طقوس غريبة خاصة بيهم، وده اللي ورد ذكره في المذكرات عشان روح الجد. وكتبوا برضو ان بسبب اتباعهم لتعليمات الجد ده زود في رزقهم، وبدل المحل بقى عندهم 2، وكمان وصلوا لمكانة مهمة قوي في حياتهم، وكل ده بفضل الجد. في ليلة الجريمة لاليت ساعدهم كلهم في ربط ايديهم وتغمية عينيهم، وكمان الاولاد الصغيرين تقريبا ما كانوش عاوزين يكملوا الطقس وخافوا، فلاليت حشى بقهم بمناديل علشان ينصاعوا اليه ويكملوا الطقوس. ولاليت راح للجدة وخنقها وموتها لان ما كانش ينفع تعمل زيهم وتقف على كرسي وتتربط زيهم بحكم سنها. وكل اللي اتعمل في الطقوس هدفها استعادة روح الجد ويفضل عايش وسطهم، وانهم لما يوصلوا للدرجة دي في السمو بالروح انهم ينهوا حياتهم في اعتقادهم ان روح الجد هتيجي تنقذهم وترجعهم للحياة تاني. الموضوع عامل زي انهم عاملين طائفة صغيرة رئيسها لاليت، وبينفذوا كل اوامره حتى لو الموضوع خاص بحياتهم،
نتفليكس عملت وثائقي عن القصة اسمه House of Secret، وعرض فيه كل المشاهد الحقيقية واللي حصل، وتعتبر دي اكتر حاجة مرعبة هتشوفها في حياتك. السؤال دلوقتي، ازاي أسرة كاملة توصل لكده؟ وازاي العقل البشري ممكن يخدع صاحبه لدرجة انه يعمل حاجة في نفسه وانه ينصاع لأوامر حد مريض نفسي؟ دي كانت حكاية عيلة بوراري، والسر اللي لسه لحد دلوقتي محدش عارف يفكه بالكامل. لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة.